بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة التانية من الذكاء هو الحل. زي ما قلت احنا الأوضاع يعني ما نستعجلش، بس احنا هنبقى زي سوريا وهنبقى زي العراق وهنبقى زي لبنان وهنبقى زي اليمن وهنبقى زي السودان، لأن احنا ماشيين غلط. لأن يعني لا قادرين نعمل تصنيع لكل حاجة بنستوردها، أو الحاجة أو حتى للحاجات الرئيسية مش قادرين. يعني لما يكون كيلو اللبن دلوقتي، إزازة اللبن مزارع دينا، إزازة اللبن الباستر ب 55 جنيه، هل ده معقول؟ يعني سؤال. البيضة بستة سبعة جنيه، يعني ما انت يعني انت ازازه اللبن اللي هي الكيلو دي، اللتر دي ب 55 جنيه. طب مرتبك يبقى كام عشان عايز تجيب كل ازازه؟ ما هو انت عشان عايز تشرب شاي بلبن انت والعيال، وشربوا شاي بلبن، او عم تعملوا مكرونه بشاميل، او تعملوا مش عارف ايه، او تعملوا اي حاجه، ازازه لبن. كيلو اللبن السايب ب 38 جنيه، يعني مش فرق كبير قوي، غالي قوي. كوبايه الزبادي ب 10 جنيه. طيب يعني انت عايز مرتب كام دلوقتي للمواطن عشان يعيش معقول؟ عايز 20,000 اقل حاجه، 20 25,000. ده غير مدارسه، غير دروسه، غير ملابسه، غير مواصلاته. النهارده زي ما قلت لك الميني باص، انا افتكرت لسه ركبت قريب ميني باص. الميني باص الابيض ده بتاع زمان ده، انا بدات اركب فيه لما كان ب 50 قرش. النهارده بقى بكام يا اسطى؟ 14 جنيه. 14 جنيه، ايه ده؟ اوفر قوي، اوفر قوي قوي قوي. 14 جنيه، يعني لو واحد بيروح بيه الشغل كل يوم رايح جاي، يعني عايز 30 جنيه بس مواصلات في اليوم. 30 جنيه، يعني عايز 1000 جنيه بس عشان الميني باص. و1500 جنيه لبن. طيب وعنده عيلين ثلاثة، عيلين يا سيدي، هو ومراته هياكلوا 4 بيضات كل يوم الصبح، 4 بيضات. قول بكام؟ يعني قول ب 20 جنيه، 25 جنيه. طيب يعني كام في الشهر؟ 750 جنيه. ده. طب والعيش كان بكام في اليوم؟ مش معقول يعني. فاحنا ماشيين غلط. فاحنا هنبقى زي سوريا وهنبقى زي العراق عادي جدا، هي مسألة وقت بس، مسألة وقت. بل لم تحدث معجزة. طب الحل ايه؟ الحل ان النظام، يعني الثورة شيء مش كويس. يعني اللي بيقول لك لماذا لا يثور المصريون ده مش فاهم حاجة. الثورة دي كارثة، الثورات دي كوارث بتدمر. انا متفق معاك على كده، بس البديل ايه؟ البديل ان النظام من نفسه يقود عملية تصحيح. يعني السادات عملها وسماها ثورة التصحيح، اللي الناس بتتريق عليها. لا، دي كانت ثورة تصحيح، ده راجل عبقري. السادات ده من اكتر الناس اللي حكموا مصر عبقرية. اكتر اتنين مظلومين في حكم مصر كافور الإخشيدي والسادات. كافور الإخشيدي ده كان حاكم عظيم جدا، هو المتنبي شوهه، المتنبي العنصري شوه كافور الإخشيدي، لأنه كان عايز، إنه كان فاكر راجل لهبل، ويقول له هيديله إمارة الفيوم، ولا عايز إمارة كده يمسكها. طب أنت شاعر، أنت تعرف يعني عن إدارة البلاد، ولا تعرف يعني كتك 60 نيلة في خيبتك. الخيل والليل والبيداء وتعرفني. وبعدين طلعوا عليه قطاع طريق فهرب، فالعبد بتاعه بيقول له انت مش انت اللي قايل الخيل والليل والبيداء تعرفني، والريح والسيف والقرطاس والقلم. فرجع كده بقى وهو مكسوف، فقعد يقاتل اللصوص فقتلوه، ضربوه، وهو يموت قال قتلني عبدي هذا. طب ما هو انت اللي لسانك بتقول الخيل والليل والبيداء تعرفني. عرفت بقى؟ جات لك ساعة الصدق، هو اديك مت اهو. كلام حلو قوي، لكن ساعة الحقيقة انت هتاخد على قفاك. اكتر اتنين مظلومين في حكم مصر كافور الرشيدي والسادات. السادات ده عبقري، الرئيس العربي الوحيد اللي هزم اسرائيل. الثغره، كنت دايما اقول الثغره، مش بس الثغره دي امريكا مش اسرائيل. الثغره دي امريكا، دبابات امريكا والاقمار الصناعيه والاسلحه. امريكا دخلت الحرب. طب انت هتحارب امريكا؟ لا. ما هو يعني هتحارب امريكا؟ لا، ما تقدرش تحارب امريكا. كان الاتحاد السوفيتي حارب امريكا، كانت الصين حاربت امريكا. امريكا بتحتل جزء من الصين اللي هو تايوان. امريكا بتحتل جزء من الصين اسمه تايوان. طب الصين مش قادره تحرر تايوان ليه؟ مش عايز تحارب امريكا، لان عارفه الحرب مع امريكا مدمره، هتدمرها. فانت عايز السادات يحارب امريكا؟ الشعراء بقى الشيوعيين والشيوعيين وازاي كان بديفيد، وازاي مش عارف ايه، جاتكوا 60 نيله في خيبتكم. ده البلد مش لاقي، ده النور كان بيقطع.
20 ساعه في اليوم، مفيش ميه بتطلع في الادوار العليا، الشوارع المجاري ضربه، والجيش بيصرف قد ايه عشان يحارب؟ انت عايز السادات يحارب تاني اسرائيل منين؟ والدول العربيه تقول لك لا خلاص حبيبي، مع السلامه يا حبيبي، روح استلف من البنوك الاجنبيه. ببعت لهم السادات ممدوح سالم، بعت لهم لدول الخليج، قال لهم دلوقتي انتوا احنا ممكن الحرب تندلع تاني ما بيننا وبين اسرائيل، اسرائيل مش عايزه تنتقم. طيب انا عشان وبعدين انا الجيش خسر معدات كتير جدا في الحرب، والاتحاد السوفيتي بيقول لك ادفع كاش وانا هديك سلاح، وسلاح متخلف كمان، فانتوا تساعدوا مصر. فيهاش حاجه، انتوا كدول عربيه غنيه بتاع مجلس التعاون الخليجي دي كلها معاهم فلوس جامده جدا، جامده جدا، واحنا اللي رفعنا لكم سعر البترول، يعني انتوا كسبتوا من ورانا. فيها ايه لما تجمعوا من بعض كده؟ ده كلام السادات، 2 مليار دولار كل سنه، فيها ايه لمصر؟ اديكوا احتاجتوا مصر دلوقتي، مش الكويت لما صدام احتلها احتاجت مصر؟ طيب الدول العربيه دلوقتي كلها ايه؟ الليبيين في مصر كام مليون؟ اليمنيين في مصر كام مليون؟ السودانيين في مصر كام مليون؟ السودانيين اللي كانوا بيقولوا لا ما نعملش وحده مع مصر، لا ما نعملش وحده مع، لما راح لهم محمد نجيب يهنيهم بالاستقلال عن مصر، ضربوه وتظاهروا، ايه اللي جابك؟ شوف قله الادب، يعني الراجل جاي بيهنيكم بالاستقلال، لا هزقوه ضربوه وعملوه. وقال ايه؟ قال ايه؟ مانعين التجاره المصريه بين مصر والسودان، يعني رايحين احنا نشتري منهم منتجات سودانيه بتاع، يقول لك لا مش هنبيع لكم، مش هنبيع لكم سمسم وفول سوداني وفول، ومش هنبيع له سمك عربي، ومش هنبيع لكم، مش هنبيع لكم الحاجات دي. هو انا باخدها ببلاش يا ابني؟ هو انت مش بتصدرها لدول العالم الحاجات دي؟ طب انا بشتريها منك بالفلوس وانا بستولي عليها؟ لا مش هندي لمصر حاجه. 5 مليون مصري في 5 مليون سوداني في مصر مش لاقيين ملجأ غير مصر. مصر بقى لو هي هتعاملكم بمصر كنت تقول لك لا ما حدش يخش مصر، روحوا بقى عيشوا في افريقيا، في ادغال افريقيا. لكن مصر لا، ما تعملش كده. السوريين كم مليون سوري في مصر؟ ولا كفيل ولا ابن كفيل. السوري زي المصري، يروح يفتح دكانة، يفتح بتاع تجارة، يعمل حلويات، يعمل عطارة، يعمل مكسرات، يعمل ملابس داخلية، يعمل مصنع، يعمل، ولا حد بيقول له حاجة. في 7 أصحاب مليارات سوريين في مصر، 7، 7 من أصحاب المليارات، يعني من أغنى أغنياء العالم سوريين في مصر، عملوا فلوسهم من مصر. اليمنيين نفس الكلام، كريستال، زيت كريستال ده ما هو يمني، الزيت رقم 1 في مصر كريستال ده. قطونيل ده سوري، قطونيل ملابس داخليه اللي هي ضربت جيل ده كانت اكبر ماركه في السوق المصريه، النهارده قطونيل هي نمره 1، مليارات يكسبوها. طب مصر قالت لكم حاجه؟ قالت لك هات كفيل زي دول الخليج تقول لك هات كفيل؟ لا، اشتغل خلاص انت زي زيك زي المصري. العراقيين، في 2 مليون عراقي في مصر، في 2 مليون سعودي عايشين في مصر اقامه دائمه، اقامه دائمه. يقول لك مصر احسن لي من ناحيه كل حاجه، اولا ارخص بكتير، يجي بشويه ريالات كده ما لهمش قيمه في السعوديه، يجي في مصر يعيش باشا بيهم، يعيش ملك، يعيش ملك في مصر بشويه ريالات اللي معاه. طيب يبقى اذا دي مصر دي مخزن ليكم، مصر دي يعني حائط استراتيجي ليكم، مصر دي حاجه يعني. فيها ايه لما كانوا يدوا السادات 2 مليار كل سنه؟ فيها ايه؟ ايطاليا لما وقعت في اوروبا، وقعت اقتصادها وقع وكانت هتبقى شيوعيه. المانيا اللي جنبها، المانيا قررت تديها كل سنه 2 مليار دولار منحه عشان الاقتصاد الايطالي ما يقعش، لان لو ايطاليا بقت شيوعيه هتنضم لحلف وارسو وهتبقى مشكله بالنسبه لالمانيا. طيب انتوا دلوقتي لما مصر تقع هتروحوا فين بقى كمصريه؟ هتروحوا فين؟ هيجي لكم امر من ترامب بالاخلاء. ما هو انت دلوقتي ترامب حط نظريه جديده اللي هي ايه؟ نظريه الهنود الحمر اللي طبقوها مع الهنود الحمر، اخلاء الشرق الاوسط من اي قوه غير اسرائيل، وهيبدا بالفلسطينيين، اخلاء الفلسطينيين، يروحوا الصومال، يروحوا اي حته، وبعدين هيجي علينا الدور، هيبقى اخلاء سوريا ولبنان والاردن،